خطوات سهله جدا هتضمن ليكي تحليه صحيه ولذيذه لكل العيله. معايا كده حوالي كيلو مانجا كنت مفرزاه في الفريزر، شايفين شكله عامل ازاي؟ طلعته برده كده وهنزل بيه في شفشق الخلاط بالطريقه دي. المانجا دي يا جماعه في منتهى الروعه، بتبقى في الايس كريم طعمها في منتهى الجمال وكلنا بنحبها. شايفين نزلنا بيها عامله ازاي؟ هنزل بقى دلوقتي بكوبايه كريم شانتيه خام برده زي ما اتفقنا، او تجيبيها محلى مفيش اي مشكله خالص. معايا 6 معالق سكر بودر هنزل بيهم، وتقدري تزودي زي ما اتفقنا. معايا معلقتين لبن بودر وده اختياري بس هيديكي مطه جميله جدا. هننزل بيهم بالطريقه دي، نبتدي بقى نضرب كويس جدا. وزي ما اتفقنا تقدري تعمليه في الكبه، بس واحده واحده على الخلاط عشان ما يبوظش منك. هننزل برده دلوقتي حوالي ربع كوبايه ميه متلجه زي ما اتفقنا، هننزل بيهم ونبتدي نضرب بقى واحده واحده كده على مهلك خالص، وتريحي معاكي الخلاط لحد ما يطلع معانا نتيجه في منتهى الجمال. وطلع معانا بمنتهى الروعه. هننزل بيها كده، شايفين يا جماعه عامله ازاي؟ ماسكه معانا ازاي؟ بس فيها مطه جميله ازاي. زي ما اتفقنا تقدري تزودي اللون، بتجيبي لون كده برتقاني وتبداي تحطي نقطتين ثلاثه وتقلبيه الوان جل. شايفين شكلها عامل ازاي؟ مطاطيه عامله ازاي جميله، وكلها حاجات طبيعيه من البيت ما فيهاش حاجات صناعيه، وتاكلي ولادك حاجه جميله وفي منتهى الروعه. هنبتدي بقى نسويها كده اهوت بالطريقه كده من الجوانب. ويلا بينا دلوقتي مع بعض هندخلها الفريزر بعد ما نغطيها بالستريتش راب، وهنسيبها برده من 6 7 ساعات لليله، وهتطلع معانا احلى ايس كريم هتاكليه انت وولادك في الصيف، هيطري على قلبكم. ايس كريم المانجا شايفين قوامه عامل ازاي؟ جميل وفي منتهى الروعه. اعملي كل حاجه لاولادك في البيت، ما تشتريهاش من بره، مقاديرها هتكون اقل بكتير وفي نفس الوقت الطعم هيكون مركز واحلى بكتير جدا. اعملي لاولادك بقى اي فاكهه موجوده في السوق، اعمليها بالمقادير دي، كوبايه كريم شانتيه واشتغلي براحتك في اي نوع فاكهه انت عايزاه، هتطلعيه احلى بكتير جدا من بره. مقاديره جميله وبسيطه وسهله. وبكده نكون عملنا ايس كريم طبيعي في البيت باقل مجهود. جربوا الوصفه وقولوا لي في التعليقات ايه اكتر طعم